حصل لك حكومة الكويت وبكل صفاقة تبي تهدم مسجد عمره 123 سنة. أنا بفهم، يعني أنتوا ضاقت فيكم الوسيعة بالكويت كلها تبون تهدمون مسجد تاريخي صار له فوق 100 سنة، ويوم خططتوا تبون تسوون شارع مدري دائري وأي خط سريع. العبقري اللي سوى المخطط ما يدري في مسجد تاريخي بالنص؟ يعني لا من حاضرنا ومستقبلنا الله أعلم شنو، تبون تهدمون الماضي؟ انتوا صاحيين. دول العالم المحترمة تحافظ على المباني التاريخية اللي فيها، إلا الكويت يبون يهدمون كل شيء يذكرهم بأول. ليش؟ الله أعلم. طبعا وزير الأوقاف يعقوب الصانع يقطها براس علي العمير وزير الأشغال، وننطر علي العمير يقطها براس يعقوب. كلكم المصيبة احنا لو انتوا تكانة ونضمنكم بتسوون مشروع سنة كان قلنا انتوا مو تكانة مو ثقة، يعني عادي مشروع ياخذ 40 سنة وما يخلص. سمو الرئيس اخذ قرار واحد مهم في حياتك، وقف قرار هدم مسجد شملان الرومي. تاك ها يا ولد. طبعا حكومتنا اسرع شيء تسويه تهدم، تبني لو تموت، اهدم اسرع سريع. بدل ما تروحون ترمون مستشفياتنا، المخافر، المدارس، هادمين شيء قديم ميندن. المصيبة وزير الأشغال سلفي، يعني أبا عاصم، يعني جزاك الله خير، ليش بتهدم المسجد؟ غفر الله لك. مبنى عمره فوق 100 سنة بتهدمونه يا الظلام عشان تسوون شارع؟ والله سويت الشارع ندعمكم فيه. حكومتنا العزيزة، لا مو عزيزة، تبا لكم وفق ترجمة الأنبي